بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. النهاردة معانا واحدة من المعجزات الكتير جدا للقمص أبونا فلتأوس السورياني. بس قبل ما نعرف تفاصيل المعجزة بتاعت النهاردة وبتحكي عن ايه، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. تعالوا بينا نعرف تفاصيل معجزة النهاردة بتقول ايه. معجزتنا النهاردة بيحكيها دكتور موجود في لندن في انجلترا. بيقول: بدأت معرفتي بأبونا القديس القمص فلتأوس السورياني سنة 1997. ان هو كان بيشتغل نائب جراحة في مستشفى مركز الحياة الطبي في مصر الجديدة. بيقول: في الوقت ده كنت بحاول واعمل كل مجهوداتي عشان اسافر انجلترا عشان اكمل دراسة الزمالة هناك. وفي الوقت ده الامور كانت معقدة جدا وصعبة جدا جدا، لان السفر كان لازم يسبقه تسجيل اسمه في نقابة الاطباء هناك في انجلترا، وده ما كانش متوفر بالنسبة له يعني، فالامور بالنسبة له كانت متعقدة شوية. بيقول: لكن الله اللي تدبيره يفوق كل شيء كان بيعمل عن طريق قديسي الابرار. بيقول: سمح لي ربنا ان يعرف من واحد من زملاته يعني بوجود اب راهب قديس من دير السوريان اسمه ابونا فلتأوس السورياني. وبيقول ان ربنا بيتمجد بصلواته. فبيقول: فرحت جدا جدا واتجدد الامل عندي، خاصة وان هو كان بيشتغل في المستشفى دي وعرف ان ابونا هيجي المستشفى عشان يتعالج. بيقول: لكن ابونا القمص فلتأوس رغم الامه الشديدة جدا جدا اتأخر شوية عن ان هو يروح المستشفى عشان يتعالج، لان الوقت ده كان اسبوع الالام. فابونا اجل ان هو يروح المستشفى ليوم الاثنين اللي هو شم النسيم. بيقول ربنا بيشكر ربنا يعني ان هو رتب في اليوم ده ان هو يبقى موجود في المستشفى يوم وصول ابونا فلتأوس المستشفى. بيقول لانه كان مشتاق جدا جدا انه يشوفه وياخد بركة من ابونا على المعجزات الكتير والبركة بتاعته اللي سمعها من زمايله. بيقول: فعلا زرت قدس ابونا في الغرفة بتاعته في المستشفى. بيقول: سلمت عليه. وبيقول: العجيب ان قبل ما اقوله على اي حاجة عن طلبي بخصوص السفر لقيته بيقول لي: تعالى يا اخويا اصلي لك. وصلى لي فترة طويلة جدا، وبعدها بيقول بعدها ان هو مشى فرحان جدا جدا وحاسس براحة جواه كبيرة بيقول: بعدها بشوية ايام اتصل بيه دكتور يعرفه وقال له ان واحد من الاطباء في انجلترا اتصل بيه وطلب ان الدكتور الاولاني ده يتصل بيه. وبيقول: فعلا انا اتكلمت مع الدكتور اللي هو في انجلترا في التليفون، وقال له ان في فرصة عمل ليه في انجلترا ولازم يعمل مقابلة هناك. فبيقول كان هو عنده شوية شك بسبب عدم تسجيله في النقابة وبسبب ان هم ممكن ما يوافقوش عليه في ان هو يحصل على الوظيفة دي. بيقول: العجيب ان الدكتور اللي كان مكلمه من انجلترا ده بعدها بيومين بالظبط اتصل بيه وقال له ان المقابلة هتتم من خلال التليفون، مش هيضطر ان هو يسافر عشان يعمل المقابلة. فكان خايفة اللي يسافر يرفضوه فيرجع تاني، فالدكتور قال له ان المقابلة هتتم من خلال التليفون. وكان الدكتور اللي في انجلترا ده متعجب جدا لان الموضوع ده ما حصلش قبل كده خالص، وعمره ما سمع ان خلال فترة ما هو موجود في انجلترا، بيقول كان موجود 13 سنة ان يحصل مقابلة عن طريق التليفون. بيقول لكن هو حس ان عمل ربنا بصلوات قديسيه بيشتغل في الموضوع. وبيقول فعلا كلمه في التليفون رئيس قسم الجراحة في انجلترا ووعده ان هو هيديله الوظيفة دي، وهم كمان يتغاضوا عن شرط تسجيله في النقابة في انجلترا اللي هو مش عارف يعمله وبيقول: فعلا سافرت انجلترا واستلمت الوظيفة بصلوات ابونا القمص فلتأوس السورياني. وبيكمل الدكتور ده وبيقول ان والدته كانت مريضة طريحة الفراش مش بتتحرك. وبيقول في يوم طلبت من ابنها انه يساعدها عشان تقوم وتقف على رجليها، لان هي ما كانتش قادرة تقوم لوحدها.
وبعدين بيقول ان هي كان وزنها تقيل جدا، فلما هو بدأ ان هو يعني يساعدها عشان تقوم حس بألم شديد جدا جدا في ظهره. وبيقول تعبت جدا لدرجة ان اي حركة كان بيعملها كانت بتسبب له ألم شديد في ظهره، حتى لو لما كان بيتكلم او لما حتى يعني حاجة قليلة جدا لما كان بيشرب مية كان بيحصل له ألم شديد جدا جدا في ظهره. وبيقول نظرا هو واثق في صلوات ابونا القمص فلتاؤس السورياني، فعشان كده ما راحش لأي دكتور علشان يعالج له ظهره، لا هو توجه على طول لقدس ابونا فلتاؤس. بيقول شرحت له كل اللي انا بحس بيه من ألم يعني، وبيقول ابونا فلتاؤس طلالي على ظهري ورشمني بالزيت، وبيقول في الحال اختفى الألم تماما وبقى بيمارس حياته الطبيعية، مفيش ألم، لأن كانت مجرد أي حركة بسيطة بتسبب له ألم شديد في ظهره. بيقول في الوقت اللي أبونا صلاله ورشم بيه الزيت الألم اختفى تماما، وشعر إن ربنا بيتمجد في قدسيه عن طريق أبونا فلتاؤس السورياني. بيكمل بيقول ان سنة 97 في نفس الوقت اللي كان ابونا فلتاؤس موجود فيه في مستشفى الحياة عشان يتعالج، كان موجود في الغرفة اللي جنبه طفل غير مسيحي اسمه احمد، وكانت حالة احمد صعبة جدا جدا وكان بيعاني من انسداد معوي. وبيقول الدكتور ده ان هو عمل له جراحات كتير صعبة جدا جدا، والطفل كان بيتألم آلام شديدة جدا، وكان الطفل ده ابن مساعد وزير الداخلية في مصر، وكانت أمه موجودة معاه. وبيقول الأم كانت متعصبة جدا في المستشفى وبتزعق بسبب ان ابنها يعني حاسس بألم شديد وبيتوجع خالص من الألم، فهي بدأت تتعصب على الناس اللي موجودة في المستشفى، وبسبب كمان ان ابنها ما كانش قادر حتى ان هو ينام. وبيقول الأم بدأت تهدد الناس اللي موجودة في المستشفى وبتتوعدهم يعني عن طريق السلطة اللي جوزها ماسكها أو المنصب اللي جوزها فيه. وبيقولوا لها يعني قدام الموقف اللي هم شايفينه، قالوا لها ان في الأوضة اللي قاعد فيها ابنها، يعني الأوضة اللي جنبهم، واحد من رجال الله المسيحيين قال لها انت ممكن تخلي يعني ان ممكن هو يصلي لابنك يعني وربنا هيشفيه. فالست وافقت فورا علشان خاطر التعب اللي ابنها فيه والألم اللي ابنها بيعاني منه، فيعني كان عندها امل ان ابنها يرتاح من الألم ده شوية. فالدكتور بيقول راح لقدس ابونا فلتاؤس عشان يصلي للطفل، وفعلا ابونا صلاله وقال كده باللفظ كده هيخف واحدة واحدة، والطفل فعلا بدأ ان هو يخف، بس تدريجيا بدأ يعني الشفاء يكون للطفل يتحقق واحدة واحدة. فمثلا ان في نفس اليوم اللي ابونا صلى فيه للطفل ده الطفل نام نوم عميق جدا، وامه بنفسها راحت لابونا فلتاؤس عشان تشكره وقالت له انت عملت ايه للولد ده؟ ما كانش بينام خالص، بل كمان ان هو صحته بدأت تتحسن بالتدريج. فرد ابونا فلتاؤس وقال لها يا اختي دي غلطتي، لاني لما صليت قلت له انه هيتحسن بالتدريج ولازم الكلام يتنفذ وهو هيخف واحدة واحدة. فشكرته الست دي جدا وخرجت وهي فرحانة وفي منتهى السعادة ان ابنها بدأ يتحسن بصلوات وشفاعة ابونا القمص فلتاؤس السورياني. بركة شفاعته تكون معانا امين، وصلواته دايما تكون يرفعها على الرب المجد عنا، ودايما يذكرنا في صلواته امام رب المجد. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيركم يستفيد، وارجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.